السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نفصل فصال ثوب قصير، ثوب مخصر وقصير وردن قصيرة. عندي مترتين ونص كشمير، هذا درجة أولى، طبقت 4 طبقات بالعرض، يعني الحاشية راح تصير من هاي الجهة اللي راح أفصل بيها. أول شي راح أخذ قياس الطول لأن أريده قصير، أخذت قياسه سويته 118. يعني هي البنية تريده 113 تقريبا، فخليت زيادة على مود راح تصير بالقصة. أول شي قياس الكتف سويته 21 سنتيم، يعني شبر وإصبع. نزلة الصدر سويتها 24 سنتيم. عرض الصدر يعني محيط الصدر، هذا الربع مال محيط الصدر يصير، سويته 33 سنتيم. أنا خليت زيادة بالقياس حتى بعدين تطلع بالخياط. هاي هنا عندي النزلة من الكتف لحد الخصر لأن راح أسويها بيها قصة، سويتها 42 سنتيم، يعني شبرين ونخلي فوقهن إصبعين. الخصر سويته 32 سنتيم. وهاي راح أنزل بيها لحد التأشيرة مالت الطول. منها راح أخذ 5 أصابع وأنهيهن للنص، يعني نص الشليل أموتهن. هسه راح أرسم حفرة الردن من هاي النقطة، نقطة عرض الصدر، نقطة عرض الصدر أجيبها لحد نقطة الكتف. هذا ميلان الكتف عندي إصبع أو سنتيم. هاي حفرة الرقبة 8 سنتيم، يعني 4 أصابع. هسه راح أبدي أقص. أقصها لحد ما أوصلها لنهاية القياس مالتي، وأقص الزايد وأرجع أقص هذني ال5 أصابع. وهسه راح أجي أقص ميلان الكتف وفتحة الركبة. راح أتأكد من قياس نزلة الخصر، يعني من الكتف للخصر، قصة الصدر سويتها 8 أي تقريبا 42 سنتيم، يعني شبرين وإصبعين، لأن هي راح تروح من عند خياط راح تصفى 40. إذا البنية شوية جسمها يعني رفيع سووها من البداية 40، خل تصفى 38. وإذا طلع عندكم بعروض تقدرون تخلون بس بنسات بالشليل وبالصدر. أنا هنا ما صورت البنسات، ما فصلتهن، بعدين ما قصيتهن يعني بالبداية من خيطت خليت بنسات. هسه راح أجي للردن، ردن قصيرة. قياس الردن طلع عندي 22 سنتيم أو 23.
والعرض مالتها سويته 30. راح اخذ 4 اصابع من نهاية الردن وانهيهن لحد النص. عرض الردن من هاي الجهة يعني من جهة المعصم شبر تقريبا يعني 20 سنتيم. عندي ردن مفتوحة وردن مسدودة اخيطهن واخليهن يصيرن نفس القياس. هذا الصدر كويت له لاصق، وهسه راح اجي افتح ارسم فتحة الرقبة. سويتها من فوق 9 سنتيم والنزلة مالتها 17 سنتيم، من جوا صارت 8 سنتيم يعني شوية أقل من الجهة الفوقانية، يعني شوية الدلع صارت بها كبر، هي البنية تريدها كبيرة، يعني هو ثوب مال بيت. هسه راح اسوي هذا الدانتيل اللي راح اخليه بالصدر، راح اشوفكم شلون اخليه. دانتيل ذهبي راح اخليه مساطر، وحدة نازلة وحدة صاعدة، واخلي بطرفهن كركوشة. راح افتح بالنص مال فتحة الصدر، افتح فتحة صغيرة تقريبا طولها نزلتها يعني 3 اصابع، واخذت بنعتها نص اصبع، يعني من نفتحها يصير اصبع. وهسه راح اغلفها، راح اجيب قطعة قماش واخليها واجي اخليها فوقاها واخيط على الطرف. يعني تغليفتها اغلفها بالبداية، هي نفس تغليفة فتحة الصدر، بس هي اغلفها بالبداية وبعدين اشتغل الشغل اللي اخليه بالصدر، وبعدين اغلف فتحة الصدر. هاي الزاوية مالتها اثلمها حتى من تنقلب ما تبوط، يعني تصير سهلة. هسه راح ورا ما قلبتها راح اخيطها. هذين الزوايد راح اقصهن، هي راح يصير فوقها شغل. هاي الخيوط البيضة يعني راح تروح. انا خليت الخيط لونه بيجي لان راح اخيط هذا الدانتيل الذهبي، وبعدين ارجع على الخيط الاسود. هسه راح اجيب الدانتيل وامشيه على طرف فتحة الصدر هاي الصغيرة اللي سويتها، وبعدين اقلب الدانتيل مثل ما تشوفون اسوي بزاوية، يعني بالنص محدد النص امشي على النص. الزوايا لازم تكون نفس القياس، يعني زوايا الدانتيل. إذا طلع بيها زايد عادي نفتحها ونسويها مرة ثانية نعيدها. راح أرجع عليها خياط ثاني وراح أركب لها طرفها كركوشة.
لونها ذهبي. عقدت يعني خيط الكركوشة عقدته وخليته وخيطت فوقه حتى ما ينسحب. هسه راح اجي اغلف تغليفة الصدر. غلفتها بهذا الشريط، شريط الكفة. عندي هاي ناس زوايا اسوي بيهن شوية، يعني خلي بيهن زيادة، يعني زيادة قليلة، كسرة صغيرة حتى من اقلبه يصير عندي مجال ياخذ راحته. هاي الجهة الثانية